قطعتين ما تقدرش ان انت تستغنى عنهم لو انت محتاج تنقل صورة الايباد بتاعك او الموبايل للكمبيوتر نفسه. حتى البلاي ستيشن برضو انت محتاج نفس القطعة دي عشان تقدر تنقل صورة البلاي ستيشن للكمبيوتر وتفتح لايف او تصور فيديوهات من الكمبيوتر نفسه بدون ما تجهد البلاي ستيشن بتاعك وتخليه تقيل والفريمات تقل، والايباد بدل ما تفتح لايف من الايباد نفسه، فالقطعة دي هتسهل عليك ان انت تفتح من الكمبيوتر ويبقى قدامك اكتر من حاجة تتحكم فيها بعيدة عن الايباد نفسه والموبايل والكلام ده. اول قطعه وهي قطعه البيفا في دي 05. طبعا القطعه دي بديله قطعه الجاتو واحسن منها لان هي بتنقل 4K 60 فريم. انت متخيل الجوده 4K 60 فريم مفيش غلطه. والقطعه الثانيه البيفا دي اس 7، ده ادابتور عشان توصل فيه بقى ماوس، كيبورد، سماعه، مايك الكمبيوتر توصله فيها برضو. توصل مكان عندك مدخل هنا للنت لو عايز توصل نت على طول. بس ده هتحتاجه مع القطع، يعني القطعتين دول لازم يكونوا موجودين مع بعض. ان شاء الله في الحلقة دي هنعرف كل حاجة عن القطعتين دول وبيشتغلوا ازاي. فقبل ما ندخل في شرح وتفاصيل كل حاجة، ما تنسوش تصلوا على النبي وتضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه اول مرة تشوفوني. ويلا نخش على شرح حلقة النهاردة. الاول خليني اعمل انبوكسنج للقطعه دي ونشوف محتوياتها ايه بالظبط. نفتح ايه ده، ما علينا. اول قطعه وهي البيفا الفي دي 05. ده شكلها. طبعا هي القطعه دي بس اللي هيكون جاي معاها بقى الوصلات بتاعتها اكيد يعني. فخلينا نطلع بس الحاجات دي كده. طبعا انا فتحتها قبل كده بس راكنها عندي بعد ما جربتها. جاي معاها وصلة يو اس بي لتايب سي، اتجاه يو اس بي واتجاه تايب سي. دي كده اول حاجة. عندك ايه تاني؟ عندك كتيب تعليمات، يعني مفيش اطول من كده مش هتلاقي. بس مفيش عربي، هو انجليزي بس. والسلك التاني اللي جاي معاها اللي هو ال HDMI. طبعا اتجاه HDMI والاتجاه التاني برضو HDMI. تمام، دول كده السلكين اللي جايين مع قطعة البيفا نفسها. هنركنهم بعيد كده. القطعة التانية وهي البيفا دي اس 7. خلي بالك دي البرو، دي الدي اس 7 البرو عشان هما اتنين، وانا مش عندي التانية للاسف عشان اشرح لك الفرق بينهم ايه. بس لو انت هتجيب ما تجيبش الا البرو، هات البرو. تمام. دي كده علبتها. معاها الكابل اللي قدامك ده يو اس بي، الاتجاهين يو اس بي بس. تمام، الاتجاهين يو اس بي. ومعاها القطعه نفسها بقى. القطعه دي حجمها صغير شويه يعني. تمام، قطعه اهي. والاتجاه التاني تايب سي. طبعا تايب سي ده عشان نوصله في الكمبيوتر نفسه، وبرضه هشرح كل حاجه فيها بالتفصيل. بس خلينا نشيل بقى الليله بتاعتها كده. معاها طبعا كتالوج ومعاها كل حاجه بس انجليزي وانجليزي وصيني. القطعه دي انا طلبتها من الصين من علي اكسبريس. لو حد حابب يشتريهم يبعت لي رساله على الديسكورد او التليجرام وانا هبعت له اللينك التاجر اللي انا اشتريت منه عموما. ودفعت عليهم جمارك 332 جنيه، حاجه بسيطه يعني، لان القطعتين دول في مصر سعرهم غالي جدا. كده فتحنا الكرتونتين وشوفنا دي فيها ايه ودي فيها ايه. ودلوقتي جه وقت توصيل القطع في الكمبيوتر نفسه. كده انا ظبطت اتجاه الكاميرا على ايه عشان اشرح لكم بالتفصيل. طبعا الحاجات دي تبع قطعه الدي اس 7 ودي قطعه البيفا اهي. قطعه البيفا جاي معاها الكابل الاتش دي ام اي اهو، والكابل بتاع الكهرباء بتاعتها واللي هيوصل بياناتها للكمبيوتر نفسه. هنيجي نوصل الكابل اهو اللي هو اليو اس بي واتجاه تايب سي، هنوصله هنا كده. تمام، هتلاقي مكتوب عليها تايب سي وهي في اتجاه الاتش دي ان والاتش دي اوت. هنخليها كده بعيده بالشكل ده. لسه ما خلصناش. هنيجي على كابل ال HDMI من الاتجاهين اهو، ده اللي جاي مع القطعة نفسها. هتيجي تحطه على ال HDN. تمام، ال HDN. تمام، وصلنا دي هنوصلها فين بقى؟ ال HDN وصلناها في البيفا. هتيجي توصلها في البيفا ال DS7 اللي هي الصغيرة. هتلاقي برضو مدخل HDMI هنا اهو، هتوصله كده. احنا وصلنا القطعتين في بعض. القطعة دي الصغيرة فيها مدخل يو اس بي لو حابب ان انت توصل ماوس او مايك يو اس بي. فيها مدخلين يو اس بي، مدخل هنا ومدخل هنا في الاتجاهين. وفيها مدخل تايب سي لو هتوصل اي حاجة تانية. وفيها مدخل تايب سي تاني للشحن، بيشحن 100 واط لو انت هتوصل الشاحن وانت بتلعب على الايباد بتاعك. الجزء الاساسي بقى بتاع القطعة الصغيرة اللي هو التايب سي ده هنعمل بيه ايه؟ هنوصله في الايباد بتاعنا نفسه. انا عارف الموضوع ملعبك بس هنبعد شويه كده. هنيجي على الايباد، وصلنا فيه القطعه بتاعه البيفا اللي هي الصغيره دي الدي اس 7.
وهنيجي على القطعه الاساسيه الكبيره. طبعا في اتجاه يو اس بي اهو لسه ما وصلناهوش في حاجه. تمام، ده اللي قلنا هيدي ايه كهرباء للقطعه وينقل بياناتها للكمبيوتر نفسه. هنوصلها بقى على الكمبيوتر. وصلناها في الكمبيوتر ونورت زي ما انت شايف كده اهي. القطعه بقت منوره اضاءه بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب في كابل ناقص اللي هو بتاع البيفا الدي اس 7 ده بتاع الصوت، عشان لو انت طبعا هتنقل الصوت برضو يعني اكيد. ومهم اوي القطعه دي ان هي هتشغل لك المايك بتاع الكمبيوتر على التليفون بتاعك نفسه. فهنيجي نوصلها في مدخل يو اس بي هنا ونوصلها في الكمبيوتر نفسه برضو كده. احنا وصلنا القطعتين. خلي بالك وانت بتوصل هتوصل في مدخل الاوديو بريدج. يعني عندك هنا مدخل اهو مكتوب عليه اوديو بريدج بلون اخضر. هتوصل اليو اس بي ده هتوصله في المدخل ده، لان في اتجاهين، ما توصلش في التاني، وصل في اللي مكتوب عليه اوديو بريدج. كده احنا وصلنا القطعة التانية. كده المفروض ان القطعتين دول شغالين كده وشغالين على الايباد بتاعنا. هنروح بقى لاعدادات الكمبيوتر نفسه، لان الكمبيوتر نفسه ليه اعدادات برضو انت لازم تعملها عشان تقدر تشغله مع الكمبيوتر. تمام كده احنا خلاص وصلنا كل حاجه. والقطعه زي ما انت شايف كده هي كده شغاله على فكره. يعني تقعد تقلب كده يبقى هي كده شغاله. لو الاضاءه بتاعتها لونها احمر يبقى كده معنى كده ان في مشكله في التوصيلات بقى. وتاكد ان انت موصل القطعه في اليو اس بي 3. هنيجي بقى لاعداداتنا على الكمبيوتر نفسه، سواء كنت هتفتح لايف او هتصور، كل ده كلها نفس الاعدادات اللي انا هعملها. طبعا انا مش هشرح على الاو بي اس لان انا بستخدمه في التصوير، فهنستخدم ستريم لاب. وطبعا الاتنين بنفس يعني بنفس الاعدادات، كلهم بنفس هما اصلا الاثنين نفس الشركه. والتيك توك لايف برضو بنفس الطريقه، كلها بنفس الطريقه. انا هنا لما اجي اضيف القطعه هنا اضيفها على انها كاميرا على فكره. هنيجي نضغط على علامه الزائد دي ونختار الفيديو كابتشر ونضغط على ادد سورس وبعدين نضغط ادد سورس. تمام، هي اشتغلت تلقائيا بس لازم نشرح اعداداتها يعني. هنضغط عليها ضغطتين كبر الشاشه بس. هنا طبعا هي على الاعدادات الديفولت شغاله 4K اهي، وواخده الماتش اوت بوت اف بي اس، يعني واخده الفريمات الاساسيه اللي خارجه من الجهاز نفسه اللي انت موصله سواء موبايل ايباد بلاي ستيشن. هي واخده الفريمات الاساسيه منه وشغاله على 4K. طيب نيجي على الكاستوم. انا عايز اشغلها على ال 1920 في 1080 مثلا فول اتش دي، وانا انصحك ان انت تشغلها على فول اتش دي عشان تشتغل باعلى فريمات، لان هو هنا ال 4K اخرها 60 فريم بس. يعني ركز هنا كده على الكرتونه دي مكتوب تحت اهو يو اتش دي 60 فريم اللي هي 4K 60 اتش زد. فهي القطعه ال 4K بيشتغل 60 فريم بس. طب انا لو هشغل فول اتش دي اقدر اشتغل لحد 240 فريم بس. لو موبايلك او الايباد بتاعك مش بيدعم ال 240 فما تشغلهاش، لان الالوان هتختلف. لو اخترنا ال 240 ركز على الالوان كده، تحس ان بقى في نويز او بقى في حاجه بيضه كده على الالوان بتاعه الجهاز نفسه. تمام، فالاحسن ان انت تخليها على الماتش اوت بوت اف بي اس. ده هو كده خارج الفريمات هنا من الموبايل بتاعك خارجه 60 هياخدها 60 بس. اقصى حاجه طبعا في القطعه على الفول اتش دي اقصى حاجه 240. يعني انا ايبادي 144 اختار 144 هيشتغل 120 هيشتغل 120. وهنا دي كلها حاجات ما تعدلش فيها لان دي الوان. لو اخترت الاكس ار جي بي تلاحظ اختلاف في الوان الشاشه نفسها بتاعت الجهاز هنا في التصوير مش في الايباد. تمام، يعني لو جينا هنا اهو شايف الالوان بقت عامله ازاي اختلفت. هنا لون تاني، فانت خليها على الاني. وهنا الديفولت والكالر رينج لو خليتها على الفول تلاقي الالوان بقت فيها نويز لونها ابيض كده. والليميتد دي الاساسيه، والديفولت زي ما انت شايف كده مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. فالاحسن ان انت ما تعدلش فيهم، انت بس هتعدل على الريزولوشن لو انت عايزه 4K 2K فول اتش دي. والفريمات خليها ماتش اوت بوت اف بي اس، هو ياخد اقصى حاجه جهازك بينقلها للقطعه بس. بعد كده هتعمل كلوز كده اصبح ان القطعه شغاله عندنا في البرنامج. تقدر تضيف بقى الفيس كام بتاعتك والكلام ده كله. طيب بالنسبه بقى لنقطه الصوت، لان انت مش هتلاقي الصوت شغال. لو جيت شغلت فيديو هنيجي على اليوتيوب مثلا، افتح فيديو من الفيديوهات بتاعتي على قناه الالعاب مثلا. اللي بيتفرج على العاب يا جدعان قناتي في وصف الفيديو. هنيجي على الفيديو ده مثلا، الفيديو شغال اهو. بعلي الصوت، لو تلاحظوا في اليمين بعلي الصوت مفيش صوت نهائي. تمام، فاحنا لازم نعمل اعدادات معينه عشان نشغل صوت الايباد او الموبايل او البلاي ستيشن على الكمبيوتر. فالاعدادات دي هنعملها في الكمبيوتر مش في الموبايل بتاعك. هتيجي على البحث بتاع الويندوز وتكتب كنترول بانل. تمام، ده شكلها اهو ظهرت. هتعمل اوبن، هتيجي على الهاردوير اند ساوند، بعدين ساوند بتفتح بالشكل اللي انت شايفه ده. هتيجي بعد كده على قائمه ريكوردنج، هتلاقي هنا بيانات البيفا بقى كارت الصوت بتاعها والاوديو بريدج والكلام ده. هتيجي على الميكروفون اللي مكتوب تحته اوديو بريدج،
بريدج هتضغط عليها ضغطتين، تمام. هتفتح القائمه اللي قدامك دي، هتضغط على ليستن، وبعدين تيجي تعلم علامه صح هنا عشان نسمع الصوت بتاعها، وبتيجي هنا تحدد الكارت الصوت او الميكسر او الحاجه اللي انت بتسمع منها الصوت، السماعه، تمام، او كارت الصوت. لو انت موصل السماعه في كارت صوت بيكون مكتوب جنبها سبيكر وجنبها اسم القطعه اللي انت بتسمع منها. فانا هنا هستخدم كارت الصوت بتاع الكمبيوتر نفسه اللي هي اخر اختيار، وهضغط ابلاي وبعد كده اوكي، تمام. هنجرب ان احنا نشغل بقى الفيديو على الايباد تاني، تمام. الفيديو اهو، هما واقفين مع نفسه، هنفضل واقفين وراهم، بس ما شاء الله الطريق هنا جميل الصراحه. الصوت اشتغل اهو بدون اي مشاكل، مفيش مشكله في الصوت ولا تقطيع ولا اي حاجه خالص. ناقص حاجه واحده، احنا كده خلاص اصبح ان احنا نقدر نسمع صوت، لكن انا عايز اشغل المايك ده على الايباد بتاعي او على الموبايل ان انا اقدر اتكلم في الالعاب، تمام. فهاجي على الميكروفون بتاعي موجود هنا، ايا كان الميكروفون بتاعك هنا، هتشوف المايك بتاعك اللي موجود هنا ايه، هتضغط عليه ضغطتين برده، ليستن، بعدين تعلم علامه صح هنا، وبعدين تيجي هنا تختار الاوديو بريدج القطعه عشان تجبر ان صوت المايك ده يروح للقطعه وتقدر ان انت تستخدمه في الموبايل بتاعك او الايباد، وتضغط ابلاي وبعدين اوكي، تمام. وبعدين بتضغط اوكي هنا، خلاص كده اصبح ان انا المايك بتاعي اسمع صوته في الايباد بتاعي. لو جيت مثلا فتحت مسجل الصوت على الايباد نفسه، تمام، هنيجي نعمل تسجيل صوت اهو زي ما انت شايف كده. لو ركزت هتلاقي ان الصوت بتاعي الشريط ده ضخم، كل ما باجي اتكلم كل ما الشريط ده بيبقى ضخم، معنى كده ان هو المايك بتاعي بيسجل عادي. بس خليني اقول لك ان لازم يكون عندك مايك كويس، والاحسن لو انت عندك مايكين، او مثلا المايك ده توصله في القطعه هنا، لان في مدخل يو اس بي لو حابب انت توصل مايك في القطعه نفسها، ده عشان يكون عندك جوده صوت احسن وانت بتتكلم في اللعبه. لو عندك مايك تاني، او مثلا انت في اللايف هنا عندك سماعه كويسه وعندك مايك، فحاول انت تستخدم السماعه تشغل المايك بتاعها على القطعه نفسها عن طريق ان انت توصلها في القطعه، او المايك ده نفسه بتوصله على القطعه نفسها عشان صوتك يبقى احسن في الالعاب، لان انا جربته هو مش احسن حاجه، واكيد لو في حل لحاجه زي كده انا انزله لكم يعني. طيب انا دلوقتي عايز اتاكد انا كل حاجه تمام هنا في الاو بي اس نفسه ولا لا. هتيجي على القطعه نفسها وتغير اسمها، تخليها بيفا عشان بس الدنيا ما تبقاش متلخبطه. كده غيرنا اسمها، هنيجي نعمل لها ميوت ونوطي الصوت بتاعها ونضغط هنا ونختار هايد، كده احنا لغيناها خالص وشلناها من هنا. اصبح عندك الديسكتوب اوديو والمايك اي او اكس، هنا المايك بتاعك اللي انت هتستخدمه، وهنا الديسكتوب اوديو. طبعا هنيجي على السيتنج ونختار الاوديو، هنا هنختار السبيكر بتاعنا اللي بنسمع منه، والمايك هنختار المايك بتاعنا اللي هو الفاي فاين، تمام. كده صوت المايك اشتغل اهو، كده انا صوت المايك بتاعي اشتغل في البرنامج اللي انا هصور بيه او افتح بيه لايف، لان ده بيفتح لايف برضه. طيب بالنسبه بقى لصوت اللعبه، هل هو هيبقى شغال؟ طبعا هيبقى شغال، احنا عملناه. لو جيت تشغل هيشتغل. انا بنطر شويه ونقفل العداد، انا هسكت اهو. لو انا مثلا جيت ارجع لورا، الكاميرا دي بتتغير وبتبقى كاميرا خلفيه زي ما انت شايف كده، وجايبه برضو الباص من بره 360. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا انا عملت ميوت لصوت المايك عشان بس الاتنين بيتحركوا مع بعض، عشان تبقى عارف انهي صوت الفيديو اللي شغال وانهي صوت المايك. كده انا انتهيت من فيديو النهارده. طبعا انا ارشح لكم القطعه دي عن قطعه الجاتو عموما، وعشان تستخدمها على موبايلك لازم الاتنين مع بعض، لازم القطعتين دول تجيبهم مع بعض، سواء البيفا الفي دي 05 والدي اس 7. خلي بالك يعني سوري، بيكون موجود منها قطعتين، قطعه اسمها دي اس 7 برو ودي اس 7 بس العادية. فانت هات البرو عشان يجي لك معاها وصلة اللي هي دي عشان تنقل منها الصوت للكمبيوتر، وما تقلقش السعر بينهم مش كبير قوي يعني. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اتمنى يعني يكون الشرح، انا عارف الشرح طويل شوية، بس لو ركزنا فيه هتعرف تطبق الشرح وتوصل للي انت عايزه عموما. وما تقلقش نهائي، كل البرامج بنفس الطريقه يعني. انت هتخش مثلا على التيك توك هتضيف القطعه ككاميرا، كانك بتضيف فيس كام في البرنامج. ليه؟ لان هو بيبقى قارئ القطعه دي على انها كاميرا، فانت لما تيجي تضيفها سواء في تيك توك لايف او الاو بي اس او الستريم لاب بتضيفها على ان هي كاميرا، وتبدا تظبط اعداداتك بالشرح اللي انا شرحته ده. المهم في ده كله شرح اعدادات الصوت، هي دي الحاجه اللي ممكن تقرفك شويه، فركز في الفيديو هتلاقي كل حاجه تمام. وبس لايك للفيديو واشتركوا في القناه، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.